بالنسبة لمجلس المدينة ما قصر، كمان قدم لنا الرافعة والتعاون الشعبي من خلال الصندوق التكافلي لحي الجهاد مساكن الخضر، كمان قدم المازوت. هذا يعني التعاون ان دل للمحبة والسلام ان شاء الله. الحارة هون والحي بشكل عام نموذج ممتاز في من جميع الأديان ومن جميع المذاهب، قلب واحد، وإن شاء الله يعم السلام لكل السويداء. وبنشكر جميع كل من ساهم ويساهم لدعم هذا الصندوق التكافلي لحي الجهاد. يسعد أوقاتكم. شكرا لكم. شفنا نحن عملكم كان عطول على مدار السنين، ما قصرتوا في حي الجهاد مساكن الخضر، والإنارة لحديقة الألعاب كمان ولكامل الحديقة بمساكن الخضر. شكرا لكم باسم الجميع. شكرا لك أستاذي سماحة الملاك. يسعد أوقاتكم. بداية شكرا لكم، الله يعطيكم العافية على هاللفتة الكريمة باتجاه حديقة المساكن الخضر. كانت تسمى بحديقة الحرية وسمت باسم شهيد ماهر شرف الدين. يعني نحن بالحديقة بمعية شبابنا بالقسم، عندنا رئيس شعبة الحدائق الأستاذ حافظ الخوري، كمان يعني هو كمان بيشجعنا على العمل الزراعي بشكل دائم، رغم الظروف اللي مش عم بتسمح لنا انه نشتغل شيء يعني، بس بقدر الامكان متابعين الموضوع. نحن حديقة جميلة وحلوة كثير، عانينا بالصيف نحن من قلة المي، وفي خدمات للحديقة كثيرة، مثل هسه قاموا لجنة الحي مع جمعية براعم الطفولي بإنارة الحديقة. اليوم عم بينوروا الحديقة الشباب ومش عم بيقصروا يعني بأغلب الخدمات. والأستاذ سامر عزي كمان صلح لنا مضخات المي من فترة، كمان تبرع وصلح لنا مضخات المي. ونحن عملنا هون بنقوم بتنظيف، بفلاحة الحديقة، بقص الزريعة، بالمتابعة يعني الاستمرار. وعندنا كمان هون الحديقة كمان ماخذة منظر جمالي بنظافتها وبخضارة وبملعب الأطفال اللي فيها الموجود، يعني بإقبال إخوتنا المواطنين عليها يعني، وإلها سمعة كثير هي بالحديقة الحمد لله يعني. وهالناس كلها عم تتشارك معنا وبتساعدنا، بالإضافة للجنة الحي وإخواننا وأخواتنا الموجودين معنا هون. الله يعطيكم العافية. أنا رشوان القنطار من لجنة حي جهاد مساكن الخضر. أهلا وسهلا فيكم بحي جهاد مساكن الخضر. نتشكر مساعيكم. نحن بلجنة الحي عم نقوم هلق بالتعاون مع جمعية البراعم بإنارة الحديقتين بمساكن الخضر. نتشكر اللجنة القانونية اللي ساعدتنا بهالموضوع، مجلس مدينة السويداء مشكورين، والأخوة الزملاء بلجنة الحي والأهالي. نحن لخدمة أهلنا، وإنارة الحديقة هي من الأعمال الشعبية اللي بتساعد الأطفال، بتساعد المسنين بالتواجد هون بحكم الظروف الراهنة، بحكم مراكز الاستضافة والضغط السكني، فبتكون منفس للناس. مشكورة جمعية البراعم، مشكورين القائمين كلهم على هذا العمل. عملنا إنساني لخدمة أهلنا. مشكورين أنتم الإعلاميين كمان. الله يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بحي جهاد مساكن الخضر. شكرا جمعية البراعم لرعاية الطفولة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. الأستاذة عبير، حضرتك مسؤولة عن الجمعية، ممثلة عن الجمعية. أنا عبير الحنبضلي، متطوعة بجمعية براعم لرعاية الطفولة ومتطوعة وصول خارجي. أنا هون بالمساكن الخضر بطلع تقييمات استبيانات للأسر اللي محتاجة. ونحن كل سنة بنعمل مبادرة بنفس الحي، حي الجهاد. بنعمل مبادرة بالنسبة للمجتمع المحلي، إنه مشان مستهدفين هن الأطفال، المسنين، المتقاعدين. عملنا هي المبادرة هي السنة بالحديقة، حديقة المساكن الخضر. المبادرة هي بالنسبة للجان الحي، إن اقترحوا المقترح إنه يركبوا ألواح شمسية مشان بالنسبة للحديقة للأطفال، مشان بالنسبة للأطفال إذا كانوا بالأوقات العطلة مثلا بيجوا بتفضوا هون بالصيفية. بالنسبة للمسنين
مشان منفس هواء لهم هون بالحديقة، بيجوا بيقعدوا هون أحياناً، وبصير هيك في إضاءة للحي أكتر يعني بالنسبة للمساء، أكتر شي بالليل يعني إنه إذا كان حدا بده يمرق أو حدا بده يطلع بضل أمان أكتر يعني للحديقة. نحن هاي المبادرة كانت مقترحة من اللجنة وقدمنا المقترح، وكانت في تنسيق بيننا وبينهم وتنسيق بين اللجنة العليا، والحمد لله قدرنا ننجز. وهلا نحن بالحديقة المساكن الخضر عم نركب الألواح الشمسية، وإن شاء الله هيك كل سنة وأنتم سالمين. إن شاء الله كل سنة إن شاء الله نقدر نعمل المبادرة أحسن وأفضل يعني إن شاء الله. هي المبادرة كانت تنسيق مع اللجان بين جمعية براعم وبين اللجان، وكان التنسيق كتير ممتاز وكان كتير تعاملهم تنسيق مجتمعي يعني. الحديقة كمان كانت منفس للي بالإيواء، الأطفال اللي بالإيواء بدهم يطلعوا يتفضوا يجوا على الحديقة لهون، بينفس هواء لهم يعني، ما في لهم غير هاي المنفس هون بالحديقة. والحمد لله يعني نحن إن شاء الله مع الأيام إن شاء الله بتكون للأحسن إن شاء الله المبادرات الجاية. هلأ نحن هذا التنسيق كان بالنسبة لنا أول شيء نحن استهدفنا المستضعفين.